تعويد الحمام الكبير على المكان، وازاي تثبت الحمام الكبير، الحمام الزاجل الأصيل، الحمام الكبير الشغال، السلالات القوية ازاي تعرف تثبتها عندك في قلب غية الحمام. صباح الفل على حبايبنا مشتركينا متابعين قناة الحمام الزاجل علم وفن ونمبر 1. تحياتنا للجميع، كل سنة وانتم طيبين. طبعا انت شاري حمام كبير وعاوز تثبته عندك، حمام زاجل اصيل، حمام بيور، وعاوز تثبته عندك. هقولك ازاي تثبته. هتثبت الحمام الكبير لما يكون انت شاري حمام زاجل مطرشي عند صاحبه، ما تنشش ولا شاف جو عند صاحبه. في الحالة ديت هتعرف تثبت الحمام الكبير. طيب في واحد تاني بيقول لي انا اشتريت حمام زاجل كبير وحمام شغال وحمام طاير عند صاحبه وثبته عندي. طبعا ديت يعني بنسبة 99% مع احترامي له، بتبقى صعبة شوية. لأن الحمام هيرد لصاحبه. الحمام لو سلالة قوية وسلالة نظيفة هيرد لصاحبه. من الصعب جدا إنك تثبت حمام زاجل أصيل على المكان ويكون الحمام ده كان طاير عند صاحبه الأولاني وتيجي تثبته عندك، ده من الصعب. في حالة واحدة ممكن تثبته، اللي أنا قلت لك عليها في أول الفيديو. تمام؟ حابب تنش وحابب تطير حمام كويس وتطلع عندك مجموعة حمام كويسة وتنشهم وتفرح بهم في النش والتدريبات والكلام ده كله، تشتري زغاليل. ده أفضل. مزاج عندك بقى وانت غاوي، وطبعا كلنا بنحب ان احنا نفرخ بسرعة وعايزين حمام كبير عشان يشتغل بسرعة والكلام ده كله، افرخ منهم ونش زغاليلهم يا سيدي. يعني تمام، ما تخليش ان انت مثلا عاوز تطير ان الحمام بتاعك تضيعه تفقده. ما تبقاش شاري حمام بفلوس وتيجي تنشه تقوم مضيعه. فالحاجات اللي انا قلت لك عليها الاساسية لازم أن يكون الحمام ما شافش جو. في الحالة ديت هتعرف تعوده على المكان وتطير الحمام الكبير وهيرجع لك تاني. انما الحاجة التانية لو هو طاير عند صاحبه زي ما انا قلت في بداية الفيديو، صعب جدا انك تثبته الا بطريقة واحدة، ويا تنفع يا ما تنفعش. يكون الحمام فرخ عندك مرة واتنين وتلاتة، وفي الحالة ديت هتفتح على فرد فيهم وهو تشوفه هيرجع تاني ولا لا، بس يكون راقد على حصى او تحت منه زغاليل لبة. وديت يعني ممكن ما تنفعش وما انصحكش انك تعملها. تحياتنا لكل عشاق الحمام الزاجل، لكل عشاق الحمام الزاجل الأصيل، تعويد الحمام الكبير. انتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.